يهجم ادم في وسط الميدان، او مايو في اول كره له تروح لبن عياده عاليه، والدفاع والتصويبه ارضيه، محيوس يوصلها، هاي الفرصه لما لا، حديد مره اخرى، والمتابعه هذه المره هدف لمحيوس، ايمن محيوس في المكان المناسب بعد ما ارتدت من الحارس حديد. هذه المره كان امام المرمى، يتمكن من تسجيل الهدف الاول لصالح شباب بلوزداد. في حديث وحوار بين بودبوز القائد وايضا الحكم بواب. طبعا هدف مقابل صفر لصالح شباب بلوزداد بعد مرور 70 دقيقة بالضبط من الوقت الرسمي لهذه المباراة. نعم، لم يكن فيه خطأ ولا وضعية تسلل. صعبة هذه الكرة بالقدم اليسرى من مزيان، يتمكن محيوس أيمن من تسجيل الهدف العوافي بالقدم اليسرى. أكيد أنه كان يريد يدخل منطقة العمليات. ما فيش وضعية التعادل. نعم. مالكي يعادل النتيجة. الكل كان ينتظر ربما في صافرة أو راية بالنسبة لدفاع شباب بلوزداد. يا تمريرة من مرة هذه الكرة الجميلة. إذا مش عارف إذا كان حميدي اللي دخل قبل قليل لمالكي الذي يتمكن من تسجيل الهدف ويعادل النتيجة في الدقيقة 86 أو 87. طبعا سنشاهد ذلك بالصور المعادة. طرف الزملاء بقيادة طبعا الحاج حمد رضوان. هاي الإعادة راح نشاهد. طبعا هنا ما فيش وضعية تسلل تماما. جاء من الخلف وليد مالكي، مش عارف من رقم 18 فعلا حميدي هو اللي مرر الكرة. يعني كما يقال كوتشينج ناجح 100% من فريد زميتي ومحمد العصيد. لاعبان دخل في الشوط الثاني، أول فرصة حقيقية مالكي